لو انت جاي في الثمانينات فدول افضل كليتين بجد انت هتدخلهم، مستقبلهم مضمون وفرص شغلهم كتيره جدا. وبرضه لو انت جاي في اخر الخمسينات والستينات تقدر تدخلهم خاص واهليه، وبرضه هيكون عندك نفس فرص الشغل ونفس المجالات هتكون متاحه ليك عادي. معهد فني صحي كمان ينفع تكمل بعده كليه هندسه وتكون مهندس عادي. مستقبل تمريض ولا علوم صحيه انت شايفه افضل؟ كل حاجه انت هتعرفها بعد الفيديو ده. السلام عليكم، ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اكتر حاجه انت لازم تكون عارفها دلوقتي ان انت تختار كليتك صح. في الفيديو هنا هقول لك عن 4 حاجات: معهد فن صحي، ومعهد تمريض، كليه تمريض، وكليه علوم صحيه تطبيقيه. ال4 كليات ومعاهد دول هقول لك كل حاجه انت عايز تعرفها عنهم. هل في فرق بين معهد فن تمريض وكليه تمريض ولا لا؟ وايه الفروق بين معهد فن صحي وكليه علوم صحيه تطبيقيه؟ فرص الشغل والسفر بتاع مين فيهم اسرع، والعيوب والمميزات بتاع كل واحده فيهم، بحيث ان انت تطلع من الفيديو عارف كل حاجه عن معهد فن تمريض وكليه تمريض ومعهد فن صحي وكليه علوم صحيه، وتكون فاهم انت هتدخل ان شاء الله كمميزات وعيوب وكل حاجه. بص، اول حاجه انت لازم تكون عارفها ان معهد فن تمريض انت متاح لك ان انت تكمل بعده كليه تمريض. معهد فن صحي متاح برضو ان انت ينفع تكمل بعده كليه علوم صحيه تطبيقيه. هتدخل من سنه ايه وكلام شبه كده، هقول لك دلوقتي ازاي تدخل. وكمان معهد فن صحي متاح لي ان انت ممكن تكمل كليه تمريض، وكمان في اقسام منه ممكن تكمل فيها كليه هندسه عادي. اول حاجه هنقارن بينهم مده الدراسه. مدة الدراسة في معهد فن تمريض 2 و6 شهور امتياز. في معهد فن صحي 2 برضه و6 شهور امتياز. في كلية تمريض 4 سنين دراسة وسنة كاملة امتياز. كلية علوم صحية تطبيقية 4 سنين ومفيش سنة امتياز. وبالمناسبة يعني ايه اصلا سنة امتياز او 6 شهور امتياز؟ يعني انت بعد ما تخلص الدراسة بتاعتك اللي هي بقى كتب وامتحانات وكلام شبه كده، بتنزل 6 شهور لو انت معهد بتكون تدريب في المستشفى، ولو انت زي كلية تمريض بيكون عندك سنة كاملة امتياز بتنزلها تدريب في المستشفى. تاني حاجة هنقارن بينهم التكليف، مين فيهم ليه تكليف ومين لأ. معهد فني صحي ليه تكليف، معهد فن تمريض التكليف بتاعه موجود عادي. كلية تمريض ليها تكليف. كلية علوم صحية تطبيقية ليها تكليف بس حسب الاحتياج. يعني ايه؟ الثلاثة اللي انا قلتهم في الأول لهم تكليف، يعني أول ما تخلص دراستك بيجي بعدها مثلا بشهر أو شهرين أنت بتتكلف وبتشتغل في مستشفى حكومي. أما كلية علوم صحية التكليف بتاعها بيكون على حسب الاحتياج، يعني على حسب الدولة محتاجة عدد ولا لا. السنة دي مثلا دفعة 2022 كانوا محتاجين عدد فكلفوا أغلبهم يعتبر. جابها سنة 23 مش محتاجين عدد، احنا عندنا مثلا عدد كفاية فما جابلهمش تكليف. وبرضه دفعه 24، وهنا انا بتكلم عن الشغل الحكومي مش بتكلم عن الشغل الخاص. وكده كده لو انت داخل اي حاجه من الاربعه، سواء معهد فني صحي او معهد فني تمريض او كليه تمريض او كليه علوم صحيه، الاربعه دول كلنا في الاخر مجال طبي، وانت كده كده لازم تكون مؤهل نفسك من دلوقتي قبل الكليه. يعني 5 مهارات لازم تعرفهم لو انت داخل اي كليه طبيه وتتعلمهم قبل اول يوم جامعه. اول حاجه الاسعافات الاوليه، زي انك تتعلم حالات الاغماء والاختناق واي حاله طارئه بتحصل قدامك تعرف تتعامل معاها. 2 المصطلحات الطبيه اللي من غيرها هتعاني جدا في مذاكره اي ماده عندك، لان انت ما كنتش مؤهل نفسك قبلها. 3 اساسيات وفرص الشغل في المجال الطبي، يعني من اول يوم هتختار الكليه بتاعتك لازم تكون عارف كل حاجه عن مجالات الشغل بتاعتها ومستقبلها ان شاء الله. 4 اساسيات المواد الطبيه، يعني على الاقل وانت داخل لازم تكون عارف كل ماده طبيه بتتكلم عن ايه، وعارف شويه معلومات كتير قوي عنها كده، بحيث لو جوز خالتك الفضولي نتشك سؤال في اي ماده تعرف تجاوبه يعني. 5 العلامات الحيويه، مش معقوله يكون ابننا في المجال الطبي ومش عارف يقيس السكر والنبض والضغط وكل الكلام ده، عيب في حقك والله. كل ده هتلاقيه في كورس التأهيل الطبي. لو عاوز تدخل الكلية وانت سابق اغلب دفعتك ومتميز عنهم، هسيب لك رقم التواصل في اول كومنت، ابعت دلوقتي بقى، مستني ايه؟ ينفع تكمل بعد المعاهد دي كليه ايه؟ بعد معهد فن تمريض ينفع تكمل كليه تمريض. الشروط: انت بعد ما تخلص السنتين بتوعتك لازم تكون جايب في السنتين دول مجموع تراكمي عالي. يعني انت مثلا لازم تكون طالع من الاوائل، على حسب السنين ممكن مثلا ياخدوا من 92 مثلا تراكمي. انت لازم في اول سنه مثلا يعني تكون جايب 92%، ثاني سنه تكون جايب 92%. بينزل مجموع ساعتها كده، وبعدين انت بتقدم، ولو انت جايب المجموع ده بتكمل بعدها كليه تمريض وتدخل من سنه تانية، مش بترجع اولى تاني. معهد فني صحي برضو نفس الكلام، معهد فني صحي ينفع تكمل كليه علوم صحيه ولكن بتدفع لها فلوس بسيطه كده. نفس الكلام برضو بيبقى لها مجموع معين لازم تجيبه في معهد فني صحي عشان تعرف تكمل كليه علوم صحيه. معهد فني صحي كمان ينفع تكمل بعده كليه هندسه وتكون مهندس عادي، او تدخل كليه تمريض، دي بتكون تمريض مكثف غالبا يعني. طبعا ده على حسب الاقسام، وانا هقول لك دلوقتي الاقسام متاحه لايه. طيب الاقسام بتاع كل معهد والاقسام بتاع الكليات. بص يا عم، معهد فن تمريض وكليه تمريض الاثنين ما فيهمش اقسام اول ما بتدخل. يعني مش اول ما تدخل مثلا ايه
انا هتخصص رعايه، انا هتخصص نساء وتوليد، انا هتخصص مثلا حضانات. لا، ما فيش كده خالص. انت بعد ما بتخلص معهد فن تمريض او كليه تمريض، بعد ما بتخلصهم على حسب طبعا درجاتك، بشوف بقى التخصص بتاعك، يعني بتخصص في المستشفى نفسها. ولكن دي مالهاش علاقه مثلا ايه باول ما بتدخل بتحدد التخصص، على عكس معهد فن صحي وكليه علوم صحيه. الاثنين دول اول ما بتدخلهم بتحدد التخصص بتاعك على حسب درجاتك. على حسب درجاتك ممكن في ثانويه عامه. وفي بعض الجامعات في علوم صحيه بعد ما بتخلص سنه اولى بتحدد التخصص بتاعك على حسب برضه درجاتك. بالمناسبه كمان الاقسام الموجوده في معهد فن صحي هي الاقسام بالظبط اللي موجوده في كليه علوم صحيه، زي مثلا تركيب اسنان، بصريات، اشعه، تحاليل، في صيانه، في كذا تخصص يعني. ده طبعا بيختلف من جامعه لجامعه، في جامعه بيبقى فيها التخصص ده وفي جامعه ما فيهاش التخصص ده يعني. طيب الكليات دي متاحه لشعبه ايه؟ يعني انت ادبي ولا علم علوم ولا علم رياضه؟ معهد فن تمريض وكليه تمريض اكيد لازم تكون علم علوم. معهد فن صحي وعلوم صحيه لا، ممكن تكون علم رياضه وعلم علوم عادي، طبعا حسب التخصصات اللي جوه. يعني مثلا اشعه وتحليل في فن صحي لازم تكون انت علم علوم. في بقى حاجه اسمها صيانه، الصيانه دي لو انت جبت فيها مجموعه عالي ينفع تكمل فيها هندسه، طبعا لازم تكون انت علم رياضه يعني. طيب فرص الشغل والسفر. بص يا عم، من ناحيه فرص الشغل في مصر دي زي ما قلت لك معتمد على التكليف. يعني التكليف دلوقتي مثلا معهد فن التمريض انا قلت لك موجود له عادي تكليف، فانت اول ما تخلص كده كده هتشتغل زي ما انا قلت لك انا على حوارات التكليف. مين اللي مطلوب اكتر في السفر؟ تمريض. تمريض الفرص بتاعتها بتاع السفر اكتر من علوم صحيه ومعهد فن صحي. طبعا كلهم فرص السفر بتاعتهم حلوه جدا، ولكن المطلوب اكتر في العالم عشان في نقص كتير في العالم، ففن تمريض او كليه تمريض. فانت بيكون اسهل ايه من علوم صحيه ان انت تسافر. فلو انت حابب مجال تمريض ادخله بجد وانت مغمض، المجال كويس جدا وفرص شغل متاحه. وبرده نفس الكلام علوم صحيه متاحه، وحتى لو ما جالكش تكليف حكومي انت كده محتاج تدوس على نفسك اصلا عشان تشتغل في مستشفى خاص وهتجيب فلوس كويسه برده ان شاء الله. لو هنتكلم بقى سريعا عن المميزات والعيوب، فالمميزات اللي انا قلت لك ان دول مجال طبي، والمجال الطبي في مصر وحتى بره مطلوب دايما في الشغل. حتى هنا ايه لو في مشكله في حته المرتبات، ولكن برضو ما زال ان انت موجود لك شغل هنا في مصر، وحتى بره مصر انت موجود لك شغل، لان المجال الطبي زي ما قلت لك ان هو مطلوب. فدي من اكتر المميزات اللي انا شايفها موجود، على عكس مثلا في كليات تانية بتلاقي الاعداد تشبعت جدا 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 والسوق بقى مليان، فانت داخل في منافسه كبيره جدا بين الاف الخريجين. على عكس تمريض في اعداد كتيره هي وعلوم صحيه، ولكن انت لو دوست على نفسك هتعرف تتميز فيها. ومن ناحيه العيوب، فالعيوب يعني اعتقد ان هي موجوده يعتبر في كل الكليات في مصر، ان مرتباتهم بتكون مش اعلى حاجه، ده لو انت تعتمد على حكومي. وطبعا ما ينفعش ان الانسان يكون خلاص بقى يعتمد على الحكومي بس، المفروض ان انت تحاول تسعى لاي دخل تاني. فدي من ناحيه العيوب ان المرتبات بتاعتهم مش عاليه قوي، وكمان الشغل بتاعهم صعب، بالذات تمريض الشغل بتاعها اصعب من علوم صحيه واي حاجه تانية عموما. سواء انت معهد فن تمريض او كليه تمريض، فالشغل بتاعك بيكون مرهق في مصر عكس مثلا الكليات التانية. وبس اكون انا كده كلمتك عن كل حاجه بين الاربعه، معهد فن تمريض وكليه تمريض ومعهد فن صحي وكليه علوم صحيه، بحيث لو انت متشتت وكنت محتار تعرف اي حاجه عنهم ومحتار تختار انهي فيهم، فانا قارنت لك بين كل حاجه منهم هم الاربعه. اكتب لي في الكومنتات لو انت في اي سؤال تاني حابب تعرفه. بس اشوفكم في فيديو جديد، ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجي لك باقي الفيديوهات. سلام.